بقولك ايه كده يا ست الكل، ما تقومي تقلي لنا شويه جمبري كده في اللذيذ. لا يا قلبي، الجمبري ده سعره عالي قوي قوي. انا هعملك بقى شويه بسارية اجمل من الجمبري بكتير، وحلوه وصحيه ومفيده للجيب ومفيده ليكي. جبت هنا نص كيلو من البسارية طازة كده وجميلة، وكانت صفحة حلوة، ولقيت فيها واحدة سردين جميلة. وانا هنا غسلتها كويس جدا ونضفتها وسبتها لما تصفت خالص من المية بتاعتها. وهبتدي بقى دلوقتي ان انا اتبلها. معايا هنا توم مفروم، ومعايا شوية كده من الملح، وكمان كمون. وطالما في كمون يبقى لازم نحط ايه ليمون. سمك كمون وليمون يبقى ايه معاكي كده تحفة. قلبتهم في بعض ونزلت بيهم على البسارية، قلبتها كويس جدا جدا كده. وهسيبها على جنب ساعة كده تاخد وتدي في التتبيلة وتاخد من الطعم الحلو دوت كده. وبعد كده هبتدي اقليها، بس ايه اكون حضرت شوية رز صيادية كده حلوين. وجبت هنا الدقيق، وهحط عليه رشة برضو كده صغيرة من الملح، وكمان رشة صغيرة من الكمون. مش بحط كتير عشان النسب ايه تعادل بعضها في الاخر ما تطلعش معايا ملح. هقلب الدقيق بالملح والكمون كده كويس. وبجيب البسارية وببدرها كويس جدا كده في الدقيق وبنطرها كده كويس قوي. وبجيب لها المصفى دي، بنزل منها اي دقيق زيادة علشان الزيت بتاعي يفضل حلو وكويس ما يتحرقش خالص. من اول ما ببتدي فيها تسوية لغاية لما اخلص يبقى الزيت معايا نضيف وزي الفل. هنا بقى الزيت عندي سخن، نزلت بيه بالبسارية شوية شوية كده. ما بتاخدش غير يا دوبك 3 دقايق، بتكون استوت معايا بعد ما تاخد اللون الذهبي الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بطلعها على مناديل مطبخ، ما بتاخدش وقت. حلوة قوي قوي. هكمل برضو بقية الكمية نفس الموضوع كده، بنزلهم شوية شوية، ما تحطيش كمية كبيرة في الطاسة. حبة حبة كده، مش هتاخد معاكي وقت خالص وبتاخد اللون الذهبي الجميل دوت، وما تتكيش عليها قوي في التسوية. هي مش بتاخد وقت علشان خاطر ما تبقاش ناشفة معاكي وتديكي طعم حلو. شايفين الجمال؟ اجمل من الجمبري بكتير اهيت. عملتها لهم بقى، وعملت لهم جنبها كمان شوية كده من الرز الصيادية وشوية سلطة. أكلة جميلة جدا، غدا تحفة. كانت جدتي الله يرحمها زمان تعمل لنا البسارية كده، تجمعهم كام واحدة مع بعض. أنا عملت كده واحدتين وبعد كده زهقت حطيتهم كلهم على بعض. طعمها حلو قوي وجميلة وصحية ومفيدة جدا لأولادنا. مش عايزة تعملي معاها رز، شوية سلطة خضرة كده في سندوتش كده هوت في العيش البلدي الجميل ده، وتحطي عليه البسارية. ولو في طحينة يا سلام، بس أنا كسلت أعمل طحينة. وعليها بقى عصرة ليمون كده من فوق، حاجة كده خيال. تحفة حلوة قوي قوي ومفيدة ومغذية. هتنفع ولادنا برضو في الايام اللي احنا فيها دي، مش قادرين نجيب انواع السمك اللي بقت غالية جدا. فالبسارية سعرها حلو وكويس وفي نفس الوقت مفيدة وصحية. يلا جربوها، اشوفكم بخير، سلام.